نورهان. ايه ده، انت صعيدي؟ انا كمان بابا صعيدي. انت تعرفيه؟ هو جالكم؟ لا ما جاش، بس ماما قالت لي ان هو صعيدي ومسافر على طول، بس هو ما بيحبنيش، عشان لو كان بيحبني كان جه شافني. معقول؟ هو انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ هو في ايه احسن بيه؟ مش ممكن، دي صور جميلة. عايزك تجيب لي معاك نص فرخه يا عم، عايز ارم عظمي، عايز اكل يا عم، جعان. ايوه يا عبد التواب، بقول لك ايه، مسافه سكتك ساعتين، هروح البيت اغير هدومي وعايزك تكون عندي في الشركه. ايه يا حسام؟ صوتك مش مطمني، في ايه؟ مفيش وقت اشرح لك في التليفون يا عبد التواب. اهدى شوية يا حسام بيه، ده ملعب توضي على الوصول. في ايه يا حسام؟ شغلتني عليه. قول لي يا عبد التواب، مين دي اللي في الصوره؟ معقول؟ دي جميلة. انا مش على جميله، اللي جنبها مين؟ دي الست نبيلة اللي خدت جميلة وسافرت. انت جبت الصور دي منين؟ عرفت ان اللي كانت بتقوله عنك شوية. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويخليك ليها. نورهان ونعم الادب والاخلاق والاحترام، واللي تطلع بنتها بالشكل ده تبقى اكيد من اصل طيب. والست نبيله كانت ما بتخلفش. ايوه، هي لما اتبنت جميلة كانت طلعت على المعاش. يعني نورهان مش بنتها؟ هو خالد فين؟ عاطف راح يجيبه يا حسام بيه، وانا متأكد انه مش هيرجع للبيت. والله لو عملت كده تاني اديكي طلقه واخلص مني. تعالى يا خالد، اقعد. ما يصحش يا حسام. اقعد. البت غفلتنا وجريت يا باشا، وقطعت نفسنا لحد ما جبناها.
قول لي يا خالد، ايه اللي حصل بينك انت ونورهان؟ وانت سبتها ليه؟ والله يا حسام بيه انا بحبها، بس في حاجات بسببها مش قادر ارتبط بيها. انا عايز اعرف الحاجات دي. هي قالت لك ايه يوم ما قعدتوا مع بعض؟ والله يا حسام بيه انا وعدتها اني ما اقولش لحد عشان شكلها الاجتماعي، فعارفين. انا مفيش اعصاب. انت هي قالت لك ايه؟ اتكلم. اهدى بس يا حسام، اسمع يا ابني، الموضوع ده اصله صعب، احنا عايزين نعرف هي قالت لك ايه، لان الموضوع ده هيخص حسام بيه. اتكلم. قالوا لي انك جريتي، والمزرعه دي 200 فدان، يعني مهما تجري فيها مش هتجيبي لها اخر، وانت اللي هتتعبي. انت احقر انسان انا قابلته في حياتي. انا طول عمري بتجوز وبطلق، انت الوحيده اللي نويت اتجوزها وما طلقهاش، وكمان هتبقى ام ابني اللي هيورثني. انت لو اخر واحد في الدنيا انا افضل الموت ولا اني ابص في وش واحد زيك. استقوت عليا عشان عارف اني ماليش حد في الدنيا، ودي قمة الندالة. هي قالت لي ان ما اسمهاش نورهان، وان امها اللي قاعده معاها دي هي الست اللي ربتها، وكمان قالت لي ان ما تعرفش حاجه عن حياتها غير ان اسمها جميله وامها اسمها اسراء. انا بس الدنيا كل يوم عماله تضربني على وشي، وانا ما بقتش قادره استحمل، مش لاقيه الحضن اللي اترمي فيه وافضفض، فكل حاجه بقت محبوسه جوايا، وانا ما بقتش قادره استحمل الضغط ده. فانا يا حسام بيه اللي خلاني اسيبها شكلها كده ولا مؤاخذه جايه من الحرام. يا حسام، معلش يا خالد، انا اسف. اكيد الموضوع كبير يا حسام بيه، لان حسام بيه الهواري اللي كل الدنيا تعرفه اكبر من انه يضرب حد بالقلم على وشه. بعد اذنكم. اسمعي يا بنت الناس، انا ما عنديش وقت اضيعه معاكي، باشاره منك هنقلك قصر وهتعيشي فيه وهتبقي انت الملكه، اما لو عندي هتقضي هنا بقية عمرك. انا هسيبك دلوقتي تفكري عشان تعرفي تاخدي القرار. يعني هتكون راحت فين؟ الارض اتشقت وبلعتها؟ اهدى يا حسام، اهدى عشان نعرف نفكر. تلاقيها راحت عند حد من قرايبها ولا معارفها، واكيد دلوقتي هتظهر. ملهاش حد، ملهاش حد يا عبد التواب. طول عمرها عايشه يتيمه. بنت حسام الهواري طول عمرها عايشه يتيمه، وتفكر ان ملهاش ظهر ولا ثلاث في الدنيا. انا في حاجه شاكك فيها يا حسام بيه، كنت عايز اقولها لك قبل كده بس ما رضيتش منعا للمشاكل. وانت مستني ايه؟ ما تتكلم يا عاطف. رفيق بيه كان حاطط عينه على نورهان قوي، وكان مصمم انه يتجوزها ذو ولا عافيه، وكان قايل لي قبل كده ان راقبها واعرف عنوانها واوصل له اخبارها، بس انا رفضت. وانت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ انا خفت اقول لحضرتك تعمل مشكله معاه والشغل اللي بينكم يقف بسببها، لكن اول ما شكيت ان هو ورا اختفائها قلت لحضرتك على طول. رفيق، رفيق. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال،
عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.